السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هل سمعتم الخبر؟ بلغني خبر أن التوانسة الانتهازيين في الحدود الجزائرية داروا إضراب، باش تعرفوهم باللي عديان. استغلوا الفرصة لما شافوا الجزائريين دارين إضراب على أسعار الوقود وعلى قانون المرور، هما داروا إضراب عند الحدود. قال لك الدولة الجزائرية دارت قانون يليق لهم يخلصوا 100,000 كي يجوا داخلين، يخلصوا 100,000. أيا وهما ما قبلوش، قال لك لا، ما نخلصوش الدولة الجزائرية، نخلصوا الدولة التونسية. شوف إذا ما كحنا نقولوا، شوف يدوا ليسونس ويزيد باغين ينهبونا، فاهم؟ وذي باينه بلي دولتهم هي اللي قالت لهم، باش تقولوا لي هما كاين لوبيه راها تسير. الدوله تاعهم قالت لهم. أيا وحنا دولتنا ماشي دارت لهم قانون يشروا ليسونس بالسعر الرسمي، مفروض يشروه بالسعر الرسمي، ما ديرلاش 100,000، تحسيليش كي هذه هو شاريه داي بلا منا يدير 2 ملايين، السعر الحقيقي يدير 2 ملايين ولا 3 ملايين، يديه باطل باش يسير على بالك. وداروا قانون جديد، كل أسرة تشري سيارة، يعني تو 16 غادي يولوا يجوا للجزائر، يجوا هنايا يدير روحه باغي يدير سياحة، يدخل هنا يعمر بلا ويخرج ويزيد يدي مواد، غادي شوف غادي يهلكوكم اقتصاديا، اقسم لكم بالله لا غادي يهلكوكم. شتو الشكامة، التخاذل هذا يقول له التخاذل. خوتنا ساقية الشيخ يوسف، الشيخ يوسف، احنا الثورة الجزائرية ديروا في بالكم باللي الجبال الجزائرية متصلة بالجبال تونس، يعني الثوار كانوا يدخلوا نورمال، كانوا يدخلوا. وبورقيبه ما طاقش يقول لهم ما تدخلوش، كان لاخاطش كان عارف باللي غادي لو كان يقول لهم ما تدخلوش كانوا غادي يعلنوا عليه الحرب والجهاد، يعني يولي عدو مستهدف نورمال. بصح ما تهضروش نتوما على من قتل عباس الغرور وسجنه، لاخاطش هو علماني هذاك بورقيبه. وعباس الغرور كان متدين، انسان ملتزم ومستقيم، حافظ القران الكريم ومصلي وكاع. هيا قضبها راني نقول لكم حاصره ثماك مسكين، تلي سلمه لهذيك ثاني خونه كانوا هنا في الجزائر قتلوه. قال لاخوتكم لا والو، والاقتصاد ما يتبناش على الاخوه، داروا فينا الخير بكري، يجي نهار وين نردوا لهم، ما نردوا لهمش بهذه الطريقه هذه العبثيه. اخويا تشري ليسونس بسومته، ما تهلكليش انا الاقتصاد، خاطش هما راهم يدخلوا ملايير دولارات عن طريق السياحه، احنا ان شاء الله ندخلوا.